محتاجة حاجة بقى تفطري بيها على الصبح، او ولادك داخلين بقى المدارس اهو. المدارس خلاص على الابواب، ومحتاجين بقى ايه نفطر حاجة سريعة كده وتكون سهلة واقتصادية وعلى قد الايد. هنقوم بقى نعمل ايه؟ نعمل قرايش. المكونات اللي عندنا: دفيت كوباية لبن، وهحط عليها معلقة خميرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وندوبها كويس، ودي اول حاجة هنعملها. تاني وراها لحد ما تدوب خالص. محتاجين الواحد كده بقى في الوقت ده ايه؟ يصحى كده يلاقي حاجة جاهزة كده يفطر بيها مع كوباية شاي ولبن. حاجة سهلة وجميلة. اولادك ايه رايحين المدرسة، ممكن تحط لهم واحدتين معاهم في اللانش بوكس. هنخلصها. حطيت كمان معلقة سكر وادوبهم بقى كويس جدا. خلاص قلبتها بقى الخميرة باللبن وهركنها على جنب. شوف بقى بعد كده هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب 3 كوبايات دقيق من المج ده. وننخلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتنين. انا ماشية معاكي خطوة بخطوة. وبرضو الدقيق بيبقى جنبنا، بحيث لو احتجت دقيق ممكن احط تاني. يعني لقيتيها سايلة لما نحط اللبن ونحط المية، هنعجنها بلبن ومية. لقيتها سايلة ممكن احط ايه شوية دقيق في ايدي. لقيتها ناشفة احط شوية مية دافية او ايه شوية لبن دافيين. هحط برضو معلقة بيكنج باودر. آه، شعرة صغيرة كده فانيليا. هي حتى خلصت. واقلب بقى المكونات الجافة كلها مع بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دايما لسانك عاطر، يكون عاطر كده بذكر الله طول ما انت بتشتغلي، تلاقي الحاجة تطلع معاكي جميلة، سواء طبيخ سواء اي معجنات سواء اي حاجة بتعمليها. هعمل بقى ايه. عندي كوباية. بسم الله الرحمن الرحيم. كوباية ايه زيت على سمنة. حابة تحطي زيت بس حطي، حابة تحطي سمنة ماشي. خلاص انا بحب احط زيت على سمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل عليهم بقى سهلة
5 دقايق وهتكوني مخلصة الحاجة وعاملاها. يا دوبك ايه في الفرن وخلاص. نبدأ بقى ايه ننزل على المعلقة ونبس بقى بايدينا، بحيث بقى ايه كله يتخلل الدقيق، السمنة والزيت تتخلل ايه الدقيق. حطيت نص كوباية دقيق كمان مع شعرة ملح كده سنة. اهم حاجة البس ده بقى ايه عشان السمنة والزيت يروح ايه في قلب الدقيق كله، كل الدقيق يتشرب. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حط بقى اللبن بالخميرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى شوية مية دافية برضه. أنا مش بعجن بس، انا بقى ايه بلم العجينة. شوفي حاسة ان هي ايه طلعت طرية شوية. هحط برضه شوية دقيق، يعني هي في ايدك طلعت طرية تزودي شوية دقيق. طلعت يابسة وناشفة هتحطي ايه شوية مية. حاسة انها لا مش محتاجة حاجة مني خلاص، مش هحط دقيق بقى خلاص، بقت حلوة كده. شايفين؟ ها خلصتها كده. هبدأ بقى اغطيها واسيبها حوالي ايه ربع ساعة كده ولا حاجة، وارجع لكم تاني. على بال بقى ما جهزت الصواني بتاعتي اهي وخلصت كده، لان طبعا الجو حر فالخميرة الحاجة المخبوزات بتخمر بسرعة، وانا ما بحبش اخمر الحاجة قوي عشان ما يطلعش لها ريحة تخمير. وكده كده انت اصلا لما هتعمليها اهي خلاص اهي، شوف بقت ملبن. هبدأ بقى اقطعها. هتعملي قراقيش، ممكن تعملي منها قرص برضو تعجنيها او القراقيش ممكن تعمليها بعجوة، ممكن تعمليها بملبن حسب ما تحبي، عايزاها سادة الحاجة اللي انت تريحك وتعمليه. وكده كده بعد ما تتقطع برضو بسيبها ترتاح برضو في الصينية. وانا دلوقتي انا ايه مولعة الفرن.
شوفوا بقى وانا ايه وانا بقطعها.